الاهلي لا ينتظر، الاهلي يصنع. ناس فريق يلعب لاخر لحظه وكتب تاريخ وحول وجهه كوره مثل النادي الاهلي. مش منظر على هذه الاسطوره الاهلاويه، لا يستسلمون، يلعبون لاخر لحظات. ربك يحبهم والكره تحبهم وهم يحبوا انفسهم، ولذلك دائما يفوزون. جمهور الاهلي ذكرياته مع البرتغال عظيمه، على راسها الداهيه مانويل جوزيه، وكلنا عارفين انجازاته. ولكن المره دي القرار وقع على برونو لاج، مدرب برتغالي جاي شايل فوق كتافه تاريخ كله ضجه، انجازات ولا اروع، واخفاقات عليها علامات استفهام. السؤال: هل هو الراجل اللي جاي يكتب فصل جديد في الحكايه مع الاهلي، ولا هيبقى مجرد سطر بيتنسي؟ يلا بينا بقى نفهم الحكايه ايه. في البدايه كده لازم تكون داعم قوي لينا من خلال انك تعمل لايك وتشترك في القناه، وكمان تسيب لنا انطباعك في تعليق عشان نكون جادرين بالثقه ونقدر نطور كمان. واول حاجه لازم تعرفها، مين هو اصلا برونو لاج؟ الراجل ده اتولد في 1976 في ستوبال في البرتغال. بدأ مساعد متواضع في اكاديميات بنفيكا لحد ما وصل لندن واشتغل مع ناشئين تشيلسي. اشتغل في صمت وفضل مستني فرصة لحد ما جت وقلب الطاولة. في 2019 بنفيكا كان اداؤه سيء جدا جدا جدا، وكان متواضع والجماهير كلها تقريبا كانت محبطة، لحد ما وصل لاج دخل الملعب، مسك الفريق وقال تعليق مهم جدا جدا جدا، وهو ان انا مش جاي امثل، انا جاي عشان اكسب بس. ومن هنا يا عزيزي بدأت الحكاية، ريمونتادا تاريخية ولقب دوري مدهش. لعب 54 ماتش، 38 فوز، وهجوم مرعب حرفيا، تقريبا 3 تجوان في كل مباراة. ده غير بقى انه طلع موهبة بقت حديث العالم كله حرفيا، وهو جواو فيليكس. في 2021 الباب اتفتح للاج على اوسع ما يكون، وهنا كانت رحلة جديدة في البريمير ليج. في بداية الامر عمل فريق منظم جدا وفريق قوي جدا، دفاع قوي، دفاع صلب، كلين شيت واحد ورا التاني. ولكن المفاجأة بقى ان كل حاجة بعد ما كانت كويسة جدا فجأة كل حاجة وقعت. الموسم الثاني تحول لكابوس حرفيا، كل حاجة وقعت، الجماهير قلبت عليه، الفريق بقى غير منظم، خسارة ورا خسارة ورا خسارة. وهنا بدأت لعنة الموسم الثاني اللي في تاريخ لاج. بعدها على طول قرر ان هو يغير وجهته وراح للبرازيل. قرر لاج انه يهرب من انجلترا للبرازيل ويروح يدرب بوتافوجو، وهناك بقى يا عزيزي بدأ البداية بتاعته اللي بيعملها مع كل فريق. نجاح قوي جدا، الجماهير بتغني باسمه، اسلوب ولا اروع، اداء ولا اروع، مدرب عالمي حرفيا. ولكن يا عزيزي كالعاده الخلافات والضغط ضيعوا التجربه وحولوها من نجاح كبير جدا لفشل ساحق. لو هتتكلم على لاج فهو مدرب مرن حرفيا، مدرب كبير قوي بيعرف يغير الخطه من 4-4-2 ل 4-2-3-1. مدرب بيحب الضغط، بيحب الاستحواذ، بيحب الهجوم، بيحب الضغط العالي قوي قوي قوي، والهجمات المرتده عنده قاتله بمعنى الكلمه. والمدرب الكبير بيبقى عنده ميزات كتير جدا، ولكن برونو لاج عنده ميزه كبيره جدا، اهمها انه بيعرف يطور اللعيبه ويعرف يطلع لعيبه سوبر. وزي ما احنا عارفين ان المدرب الكبير زي ما عنده ميزات كبيره عنده عيوب، واهم عيوب برونو لاج ان ساعات كتير جدا بيتاخر في التغييرات، والعناد ساعات بيكلفه كتير جدا. ودي على فكره مشهوره في البرتغاليين بنسبه كبيره جدا. الشخصيه البرتغاليه معروف عنها ان هي دايما بتبقى حاده، اما بقى برونو لاج عكس كده خالص. فشخصيه برونو لاج قدام الكاميرات شخص هادي جدا، متزن، شخص عقلاني، وبيعرف يتعامل كويس جدا مع الاعلام واللعيبه قدام الكاميرات. ولكن في الكواليس الموضوع مختلف 180 درجه. شخص عامل زي البركان، عنيد، صدامي، وبيعمل حاجات غريبة جدا ما تتوقعهاش. يعني مثلا ما بيخافش يصطدم مع اي لاعب حتى لو كان هو نجم الفريق، ولما بيلاقي استهتار بيولع الدنيا، بيدمر الفريق حرفيا. مرة احد الصحفيين بيكلمه فطلع عليه برونو لاج بتصريح شهير جدا ليه، قال لك انا مش جاي هنا عشان امثل، انا جاي هنا عشان اكسب وبس، ما تكلمنيش غير في المكسب. والجملة دي تلخص شخصيته كلها. واهم اللقطات اللي ممكن تقف عندها عشان تعرف شخصية برونو لاج، اما بقى عن الاهلي فالاهلي نادي مختلف، والضغط هنا مش زي الضغط في اي مكان.
الاهلي هنا بيلعب على البطولات، والبطولات هنا مش مجرد ان هي هدف، لا البطولات فرض عين. وطبعا كلنا عارفين ان برونو لاج جاي وهو معاه فكر هجومي، وطبعا بيحب الشباب، ولكن في كام سؤال لازم تسالهم لنفسك. اولهم، هل مع النادي الاهلي هيقدر يتخلص من لعنه الموسم الثاني؟ هل هيعرف يتاقلم مع افريقيا وملاعبها واجواءها؟ اللي واضح قدام الكاميرات ان برونو لاج شخصيه هاديه جدا 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 قدام الكاميرات، ولكن صدامي وعنيد جدا مع اللعيبه خلف الكواليس. واهم حاجه بتميزه انه بيهتم بالوعي الخططي جدا اهم من المهارات الفرديه، والاستهتار عنده مش في قاموسه اصلا. شخص عنده افكار وتكتيك، وبيعرف يحلل ويطور، وبيعرف يشتغل على اللعيبه، وبيعرف يقرا المباريات، وشخص تكتيكي عالي جدا جدا جدا، ولكن عنده مشكله في لعنه الموسم الثاني. المدرب ده في كل الفرق اللي مسكها بيبدا اول موسم بشخصيه جباره وفريق على اعلى مستوى، فريق منظم، فريق قوي هجوميا، فريق بيقدر يعمل كل حاجه واي حاجه في اي وقت. في النهايه لازم تبقى عارف حاجه، الاهلي لا يرحم، الاهلي لا ينسى، الاهلي دائما يصنع التاريخ. فهل برونو لاج هيكتب فصل من ذهب ولا هيتحول لذكرى بتتقال في سطر واحد؟ قول لنا بقى في الكومنتات، شايف برونو لاج هيكسر الدنيا ولا هتبقى مجرد تجربه وعدت؟ سلام.